يرضيك انام مع واحد مش عاجبني شكله؟ فيها سألني شو لونه، شو لون ايه؟ والله لا محتاجة تقولي اكتر من كده. يعني انتوا الاتنين جوزائي، عمل نفسه مش سامع اتاريه عمل بومبة. متابعينا اهلا بيكم في حلقة جديدة من انا والنجوم وهواك النسخة المسروقة. وسؤال حلقة النهاردة بيقول رفضتي العريس ليه؟ جالنا رفض كتير، فما تيجوا نشوف. العيلة ما كانتش مقتنعة بيه بسبب بوست على الفيسبوك فيه رأي خرائي. والله عندهم حق، اصل البوست اللي نزل على الفيسبوك ده قطعة خرائية صغيرة من تفكيره. تخيلي بقى جوه اللي لسه ما نزلش على الفيسبوك ده بكبرت جوه، فلا ليهم حق. واحنا في العربية في الشتاء فجأة فتح الشبابيك وانا بقول له ليه بتفتح؟ عمل نفسه مش سامع اتاريه عمل بومبا. طب هو الراجل يعني كتر خيره بيحاول ينقذك. عارف انا ما كانش فاتح الشبابيك كان جرالك ايه؟ كان ممكن يغمى عليكي. سامحيه وما تكلمهوش تاني. كانت خروجه مترتبة وانا رافضه الفكرة، وعلى اساس مع ماما وصاحبتها هنتغدى في الدهان مكان ما بيشرب قهوته. قهوته في الدهان ليه؟ ستاربكس اثر معاك في ايه؟ ليه قهوة في الدهان؟ جالي حموضة من الفكرة. ليه في الدهان ليه؟ رفضته عشان ما عجبنيش شكله. يرضيك انام مع واحد مش عاجبني شكله؟ ما تناميش خلاص، ما تناميش معاه. لا ما يرضينيش. عندك حق، انا بس اتخضيت شوية. رفضتني عشان ريحة تمي بايظة يا بيتر. الله على الظالم. معلش، مين الظالم في القصة دي؟ مين اللي ظلمك؟ هي ظلمتك يعني؟ حرمتك من المعجون؟ قالت لك مالكش فرشة سنان؟ ظلمتك في ايه يا معلم؟ انت اللي ظالم نفسك وظالمنا معاك. في وسط الكلام ومندمجين وبتاع راح قال لي امال العروسة اسمها ايه؟ حبيبي واخد اجازة من الخليج اسبوع يخلص كل المقابلات، فلازم ياخد اسمك عشان يكتب جنبه تقييم في الكشف، فعشان الامانة والشفافية لازم ياخد اسمك. اول مرة حكيت معه فيها سألني شو لونه. شو لون ايه؟ لون ايه؟ بيسأل على لون ايه؟ بيسأل على لون ايه في اول مقابلة؟ لون شعرك كنت لماء؟ لون ايه؟ جاوبيني. لون ايه يا جماعة؟ عيب. كان كل كلامه بتذاكري كام ساعة في اليوم؟ جبتي كام في الثانوية؟ وقال لي مرتين انا هعزك زي اختي واحترمك. اختي؟ انت متأكدة ان ده كان عريس ولا ده كان المعيد بتاعك وبتاخدي درس معاه ولا ايه؟ اختي ايه؟ انت هتعمل كده مع اختك ليه؟ مامته كانت جايه تختار بيني انا واختي وجايبه معاها قفص تفاح وبتحاول تقنعني استناه يخلص جيش ويشتغل. ليها حق والله، قفص التفاح مقوي قلبها. داخله معاها قفص تفاح لا تختار اللي هي عايزاها وتستنيه كمان يخلص جيش. تكوني خلصتي التفاح اللي هي جابته. بعد جوزاء وانا جوزاء. مش محتاجه اقول اكتر من كده يعني. والله لا محتاجه تقولي اكتر من كده. يعني انتوا الاتنين جوزاء يعني؟ انت مشكلتك ان انتوا الاتنين في شهر واحد فهتعملوا عيد ميلادكم مع بعض؟ عايزه عيد ميلاد لوحدك يعني ولا ايه مشكلتك في الجوزاء يعني؟ ده اوحش من جواز القرايب يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. اهلي وافقوا على اول عريس جالي وكنت 14 سنه. دلوقتي بيجي لي عرسان وبرفضهم عشان متجوزه ومخلفه. والله مالكيش حق يعني. ايه متجوزه ومخلفه يعني؟ ايه العائق في كده؟ اديهم فرصه على الاقل، ما يمكن واحد فيهم يطلع نصيبك. اول مره شفته عرف نفسه معاك المهندس احمد وطلع لي كارنيه نقابه. انت كنت موقفاه في كمين ولا ايه؟ ومفهمين انه مهندس دي رتبه يعني ولا هو داخل يعرف نوعه؟ انا مش انسان، انا مهندس. انا مش بني ادم، انا مهندس. رفضته عشان كان بيشتغل في بنك وبيشرب حشيش. ما طبعا يعني عندك حق 100%. انا شخصيا عمري ما ارتبط بحد بيشتغل في بنك، يعني هنخيب ولا ايه؟ رفضته عشان كنت بشتغل له اسنانه بالعياده فقال لي ما طبعا. ما اقل حاجه من اللي انتوا بتعملوه في اسناننا نقول لكم يعني هو اول واحد كان يقول لك مثلا. رفضته عشان دايما مبسوط وكل شيء عنده ضحك وتفاؤل. ايه القرف ده؟ دي جوازه فاشله من اولها. اقل من خناقه في الاسبوع جوازه فاشله. كان عاوزني اصرف عليه وقال لي ما بجيبش شبكه ولا مهر وما بعملش فرح عشان دي فشخره على الفاضي. انا شفت الراجل ده فين قبل كده؟ عنده فيلا في صلاح سالم مش في التجمع. ما اكيد عندها حق يعني. ايه البيقانه دي ومصر الجديده والقرف ده على الاقل في التجمع يعني. رفضته عشان كان بيشخر. طبعا الشخير مشكله كبيره وبيعمل ازعاج جدا، بس هو انت واجهتي المشكله دي وهو صاحي ولا وهو نايم؟ رفضته عشان مش شبهك. والله ما كانش ليه داعي يعني، ما توقفيش حالك. انت كده مش هتتجوزي خالص عشان ما فيش شبه في بلدك. قارن ورقي بورقك بلدك المفضلة بنما دنيا ومليش عزيز مرقة. تعددت أسباب الرفض، والرفض هو واحد من أسوأ المشاعر السلبية اللي انت ممكن تمر بيها. ان انت تترفض. رفضك ان انت تبقى شريكي، ان انت تبقى صديقي، او حتى ان انت تترفض في شغلانة. احساس وحش جدا. انت بتترفض لكونك انت. انا رفضت ان انت تكون معايا في حياتي بشكل عام، بس بما ان انت فتحت نفسك للعالم وعايز ترتبط بحد عمرك ما شفته قبل كده، فانت داخل باحتمالية
50-50 ان انت تترفض او تتقبل. فلازم تجمد قلبك كده وتاخد الرفض وما تزعلش منه قوي، عشان ده جزء من المغامرة اللي انت داخل تعملها. الانسان الناضج هو اللي بيعرف يتقبل الرفض من غير ما ياخد الموضوع بشكل شخصي، عشان انت مش المفروض انك تعجب كل الناس، المفروض ان انت تبقى بتعجب الناس كلها وبيتهافتوا عليك عادي. حد انت مش كل الناس بتعجبك، فليه متوقع ان انت هتعجب كل الناس يعني مهما كنت انت مين يعني. وزي ما صديقة عزيزة كانت كاتبة النهارده على تويتر بتقول انا مش لازم يبقى عندي اسباب رفض، انا لازم يبقى عندي اسباب قبول. يعني انت الرفض ده ممكن يكون ان انا مش حاسس الموضوع، يعني ما عنديش اسباب بس مش حاسك، عادي تترفض عادي، انا مش حاسس، مش المفروض ان انا اغصب نفسي عليك يعني، فخلاص انا ما حسيتش الموضوع. لكن ان انا اقبلك محتاج اكون عارف انا ليه بقبل الشخص ده، ليه انا شايف ان ده هيكون شريك حياة جميل او مناسب. هعرف ساعتها اعد الاسباب اللي على اساسها قلت انت هتبقى الشخص المناسب في حياتي، ان انت تبقى شريكي في الحياة. فاسباب الرفض مش اهم حاجة في الدنيا، ممكن تبقى اسباب تافهه وممكن تكون اسباب كبيره عشان في ريد فلاجز واضحه جدا، بس الاهم جدا 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 ان انت لما تقبل يكون عندك قبول ناحيه حد، تكون عارف انت قبلت ليه، عشان في الغالب بنكون احيانا بنقبل لاسباب غلط وبيترتب عليها علاقات غلط ومصايب سودة بعد كده. فركز على اسباب القبول مش اسباب الرفض. في النهايه اتمنى لكم كلكم قبول كتير وتحققوا كل امنياتكم، ولو اترفضتوا مش مشكله كبيره، عشان انت مش المفروض تعجب كل الناس. ده مش معناه ان انت وحش، معناه ان انت مش مناسب للشخص ده ولا هو مناسب ليك. جمد قلبك كده وخش، ما تزعلش من الرفض. وفي الاخر اشكركم جدا على مشاركاتكم الجميله جدا، واشوفكم يوم الجمعه الجايه في حلقه جديده من انا والنجوم وهواك النسخه المسروقه. وتصبحوا على خير